المصباح الكهربائي هو أحد أهم الاختراعات التي غيرت وجه الحضارة البشرية. لقد حول ليالينا المظلمة إلى ليالي مضيئة وأحدث ثورة حقيقية في الحضارة البشرية. ففي القرن التاسع عشر كان العالم يغمره الظلام، وكانت الشموع والمصابيح النفطية الوسائل الوحيدة للإضاءة. لكن كل ذلك تغير عندما أتى توماس إديسون العالم والمخترع الأمريكي بفكرة ثورية. ففي عام 1879 نجح إديسون في تطوير المصباح الكهربائي، محدثا ثورة في طريقة حياتنا اليومية. لم يكن اختراعه مجرد إنارة للمنازل، بل كان نقطة تحول حقيقية في الحضارة البشرية، حيث أتاح للناس العمل والدراسة في أوقات غير محدودة. فما هي قصة توماس إديسون الملهمة؟ وكيف اخترع المصباح الكهربائي؟ وهل هو بالفعل المخترع الحقيقي؟ وما علاقته بالعالم نيكولا تيسلا؟ لايك للفيديو، اشترك في القناة، ويلا نبدأ. أنا مبارك بالقاس وهذه قناة المتداول. ولد توماس إديسون في 11 فبراير 1847 في ميلانو. بدأ حياته كأي طفل عادي مفعم بالحيوية والفضول، لكنه لم يكن مجدا في دراسته، فقد رسب عدة مرات في المدرسة، الشيء الذي أدى بمدير المدرسة أن يرسل استدعاء لوالدة إديسون يخبرها أن ابنها متأخر عقليا ويجب أن تنقله إلى مدرسة أخرى مختصة بتدريس المتخلفين عقليا. الأم لم تكترث لما قاله المدير، بل قامت بنفسها بالإشراف على تدريسه وتعليمه، وأخبرته أن المدير أمرها بأن تأخذ إديسون إلى مدرسة بمستواه، فهو عبقري جدا. وكانت هذه الكذبة التي غيرت حياة العالم إديسون وغيرت البشرية. وفي وقت لاحق كتب إديسون يقول: والدتي هي من صنعتني، لقد كانت واثقة بي، حينها شعرت بأن لحياتي هدفا وشخصا لا يمكنني خذلانه. كانت والدته تشرف بنفسها على تعليمه وتدريسه، وأسهمت في قراءته لكتب علم الفيزياء والكيمياء لمختلف العلماء الأوروبيين والأمريكيين، وأسهمت في جعله شخصية مختلفة تماما سيكون لها يوم ما عظيم الشأن في مجال الاختراعات. كانت رحلة حياته نوعا من أنواع الكفاح والمثابرة مع الحياة الصعبة، لا سيما أنه في وقت مبكر عانى من مشكلات في السمع. بدأت مسيرة حياته في ولاية ميشيغان في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر، حيث درس التحليل النوعي، وهو أحد الفروع الرئيسية في علم الكيمياء، وأجرى تجارب كيميائية عديدة وهو في عمر 11 سنة. كان قد درس تاريخ الشعوب وتاريخ العالم نيوتن والتاريخ الأمريكي وروايات شكسبير وغيرها، في الوقت الذي لا يزال مدير المدرسة يعتقد أنه متخلف عقليا. وفي ذات الوقت توجه إديسون لبيع الصحف في محطات السكك الحديدية، ثم عمل موظفا لإرسال البرقيات، ومن هنا ساعد هذا العمل إديسون على اختراع أول آلة تلغراف، كما اخترع أيضا آلة تسجيل الأصوات. في عام 1879 اخترع إديسون الهاتف الكهربائي، فكان هذا العام بداية لتغيير العالم. وبعد اختراعه للتليفون بدأ التحضير للاختراع الذي سبب شهرته حتى الآن، وهو المصباح الكهربائي. في الحقيقة اختراعه للمصباح الكهربائي وراءها قصة مؤثرة. فحين مرضت والدته مرضا شديدا، قرر الطبيب أن يجري لها عملية جراحية فورية، ولكن هناك مشكلة، لأن الوقت كان ليلا ولا يوجد ضوء كافي ليرى الطبيب ماذا يفعل، لذا اضطر للانتظار حتى شروق الشمس كي يجري العملية. من هنا كانت البداية لاختراع المصباح الكهربائي. لكن في الحقيقة أوائل المساهمات لم تكن على يد توماس إديسون، بل كانت في إيطاليا على يد العالم الإيطالي أليساندرو فولتا، الذي يعود له الفضل في أغلب الاختراعات المتعلقة بالكهرباء والطاقة الكهربائية. فقد قام بإنشاء أول بطارية كهربائية، والتي مهدت الطريق لإنتاج تيار كهربائي مستمر. نال إعجاب نابليون بونابرت ودعي إلى معهد فرنسا لعرض اختراعاته أمام أعضاء المعهد. تمتع فولتا بحظوة الإمبراطور وتلقى العديد من الأوسمة، كما وتنسب وحدة الجهد الكهربائي الفولت له. بعدها بعامين استخدم الكيميائي البريطاني هامفري ديفي الكهرباء لتوليد الضوء عن طريق تمرير تيار كهربائي عبر سلك من الكربون. رغم أن هذه التجارب كانت مثيرة، إلا أنها لم تكن عملية للاستخدام في الحياة اليومية. في السنوات اللاحقة استمر العلماء في استكشاف إمكانية استخدام الكهرباء للإضاءة، وفي عام 1840 قام العالم سير هامilton هاريسون بتطوير مصباح يعتمد على خيوط من الكربون، لكنه لم يكن له تأثير كبير، ولم يكن المصباح عملي وقابل للاستخدام اليومي. تواصلت التجارب خلال منتصف القرن التاسع عشر. في عام 1854 قام أدولف مري بإنشاء مصباح يعتمد على تسخين خيوط الكربون، ومع ذلك كانت هذه التصاميم لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون مصباح كهربائي كما نعرفه اليوم، حتى دخل العالم ألفا إديسون الساحة في محاولات خلدها التاريخ وإصرار غير مسبوق. فقد خاض أكثر من 99 تجربة فاشلة كلفته الكثير من الوقت والجهد والمال، وفي كل مرة عندما تفشل تجربة كان يقول: هذا عظيم، لقد أثبتنا أن هذه أيضا وسيلة غير ناجحة للوصول للاختراع الذي أحلم به. وفي عام 1879 أخيرا بعد إجراء العديد من التجارب نجح إديسون في تطوير مصباح كهربائي عملي باستخدام خيوط الكربون داخل فراغ زجاجي.
كانت هذه التجربة هي النقطة الفاصلة في تاريخ البشرية، حيث استمر المصباح في الإضاءة لمدة 45 ساعة. وقال إديسون آنذاك لمساعديه: طالما أن المصباح أضاء لمدة 45 ساعة فبإمكاني أن أجعله يضيء لمدة 100 ساعة. أنير مصباح إديسون لتشع الوجوه بهجة بهذا الاختراع العظيم، وتنتشر الفوتونات الضوئية في كل مكان، وتنتشر معها الأخبار والصحف بهذا الإنجاز التاريخي الذي في سنة 1880 سيتم تطويره ليكون أكثر كفاءة. لإديسون أيضا اختراعات عديدة، لكنها كانت أقل قيمة من المصباح الكهربائي. فاخترع إديسون نظام توليد البنزين ومشتقاته من النباتات لمساعدة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، وآلة الطباعة، وجهاز قياس الكهرباء، وطريقة لتكبير المطاط، والكثير من الاختراعات الأخرى. وفي عام 1938 يوم 18 أكتوبر سيشهد العالم وفاة هذا العالم العظيم ليترك العالم بعد أن أضاء كل منزل فيه. في الحقيقة قصة إديسون هي واحدة من القصص الملهمة التي ستجعلك تفكر مليا قبل أن تستسلم للفشل وتقول هذا مستحيل. فشارك قصة إديسون، ولا تنسى مشاهدة هذا الفيديو.